يا مساء الفل على كل حبايبنا. قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيبدأ الفيلم في واحد من سجون أمريكا، وبنشوف المسجون جيمي الملقب بدرايفر، وهو بيبقى في حالة غضب مستمرة، وبيبص على صورته هو وأخوه جاري، وبياخد الصورة من على الحيطة وبيحطها في جيبه، وبيجي الضباط عشان ياخدوه عشان ده ميعاد خروجه من السجن. وهو في طريقه الرئيسي السجن كل المساجين بيبقوا في حالة غضب وعايزين يخرجوا يخلصوا عليه، كل ده عشان هو علم على كل واحد في السجن وما رحمش حد. بيروح يقعد قصاد الرئيس، فالرئيس بيقول له انت عديت بحاجات كتيرة جدا ما اتمناش لأي حد يعدي بيها، ورغم كده قدرت تتخطاها كلها. انا دايما بشوف جواك ضلمة وغضب شديد جدا. وبيديله كارت وبيقول له الكارت ده لو احتجت اي مساعدة ابقى اتصل بيه. درايف بيرد عليه بكلمة واحدة: هو فين باب الخروج؟ واول لما بيخرج بيرمي الكارت وبيبقى شبه الطور الهايج، وبيبقى واضح على وشه النحاد وعنيف جدا. ومرة واحدة بيفضل يجري في الشارع، هو عبارة عن وحش بيتحكم فيه الغضب. وبعد لما بيجري المسافة كبيرة بيوصل لجراج وبيشيل الغطا عن عربية، ولما بيركب العربية بيلاقي فيها ملف فيه صورة موظف ومكان الشغل بتاعه، وكمان بيلاقي مسدس ورصاص، وبنبقى مش عارفين مين اللي جهز كل ده. درايف بيطلع صورته هو واخوه وبيحطها قصاد عينه، وبيجري بالعربية بأقصى سرعة، وبيبقى مقفل عداد السرعة، وبيوصل لمكان شغل الموظف، وبينزل يعدي الشارع ومش بيبقى همه العربيات اللي ماشية، واضح عليه انه مش شايف غير هدفه بس. وبيخش الشركة، واول لما الموظف بيشوفه بيبقى كأنه شاف الجحيم قصاده، ومن غير ولا كلمة درايف بيطلع مسدسه وبيخلص عليه، وبيبص لكاميرا المراقبة وهو ولا همه. في نفس الوقت بنشوف المحقق سلايد، وبيبقى باين عليه انه مهزوز كده، وبنكتشف انه رايح يشتري ممنوعات، واللي بيبيع له بيعامله معاملة وحشة جدا. وبعدها بيقعد في عربيته عشان ياخدها، وبيبقى واضح عليه انه مدمن وفاسد. وبيروح لموقع الحادثة، وكل رجال الشرطة بيبصوا له بقرف عشان هو مسوق سمعة رجال الشرطة كلهم. وبيروح للمحققة سيسرو وبيعرفها ان هو اللي هيحقق معاها في القضية، فبتتضايق سيسرو جدا من الخبر. وبيروح درايف لمحل، وبنفهم ان صاحب المحل هو اللي اداله المعلومات والعربية، فبيعرفه درايف انه عايز بقية الاسامي. الراجل بيعرفه ان السعر زاد عشان هو قعد 10 سنين بحالها يراقبهم عشان يجيب له المعلومات دي، فبيعرفه درايف انه هيديله سعر اقل. فبيطلب الراجل من الحارس بتاعه انه يطرده بره، ولما الحارس بيشوف الوشم اللي على ايده بيترعب عشان ده عداد العصابات اللي خلص عليها في السجن. فالحارس بيفضل يقول شبح شبح وبيخرج يجري من المحل. فالراجل بيديله الملف وبيقول له ده هدية مني ليه. والمحققين بيتفرجوا على كاميرات المراقبة. سيسرو بتحس انها شافت درايف قبل كده، وكمان بتلاحظ ان الموظف كان عارف درايف عشان كان خايف منه ده قبل ما يشوف المسدس. وتاني يوم الصبح بنشوف راجل وهو بيتدرب، وبنعرف ان اسمه كيلر، وبيجيله مكالمة بيتقاله فيها ان في زبون جديد ليه، وبيبعت له صورة درايف ومعلومات عنه وقايمة بناس تانية عشان يخلص عليهم. فبيجهز كيلر عشان يتحرك، وبنفهم انه قاتل مأجور ومهمته انه يخلص على درايف والقايمة اللي معاه. وفي نفس الوقت ده سيسرو بتبقى جايبه كل المعلومات بتاعه درايف، ان ما كانش حد قادر عليه في السجن، وانه كان شغال في الممنوعات جوه السجن، وده سبب الفلوس اللي معاه دلوقتي. وكمان كان شغال مع عصابه في السطو على البنوك في لوس انجلوس، وكان من ضمنهم اخوه جيري. وبتوري المحقق فيديو لقيته مع فتاة ليل من كام سنه، وده كان السبب انها تشبه على درايف. وبنفهم من الفيديو انه حصل كمين على درايف ورجال، وخلصوا على الراجلين اللي معاهم، وفضلوا يهددوا درايف واخوه انه يعرفون مكان الفلوس بتاعته. وكان الموظف اللي خلص عليه درايف من ضمن العصابة، فدرايف بيخاف على اخوه وبيعرفهم مكان الفلوس. واول لما بيعرفوا مكانها بيخلصوا على جيري قصاد عينه، فبينهار درايف من المنظر. في الوقت ده بنشوف كيلر وهو واقف قصاد مبنى، ومهمته انه يخلص على راجل عجوز، بس بيتفاجئ بوجود درايف في المكان، فبيطلع وراه المبنى. درايف بيقتحم بيت الراجل العجوز، فبيتخض الراجل اول لما بيشوف، وبنفهم ان الراجل ده هو اللي كان مع العصابة وبيصور كل اللي بيحصل. درايف من غير تفكير بيخلص عليه، وهو خارج بيلاقي الكيلر قصاده، وبيتم تبادل اطلاق النار بينهم. درايف بيمشي وسط الرصاص من غير خوف، وبنشوفه وهو بيضرب على الحيطة عشان يشوش الرؤية على كيلر عشان يعرف يهرب من المكان. وبنعرف ان درايف مخلصش على كيلر عشان هو عنده هدف معين، وهو يخلص على كل اللي غدروا بيه. وبنرجع للمحققين وبنشوف في الفيديو ان في شخص خلص على درايف، ودرايف ساعتها راح المستشفى على اساس انه ميت، لكن بيرجع للحياة مرة تانية. وبنعرف ان الرصاصة دخلت جمجمته وخرجت من الناحية التانية، والدكاترة ساعتها ركبوا له صفيحة معدنية في دماغه، وبيرجع درايف يعيش تاني كأنه رافض يموت قبل ما ينتقم. وبنشوف المحقق وهو راح لطليقته، وبنفهم ان علاقتهم ببعض مش كويسة بسبب انه مشغول دايما،
فبياخد ابنه عشان يوديه ماتش البيسبول عشان يحسن علاقته معاه. وبيتكلم كيلر مع صاحبته وبيفهمها ان عمره ما قابل راجل زي درايف. الراجل ده ما بيخافش من اي حاجه، وبيقول لها انه ممكن يخلص عليه في اي وقت، فهو عايز يتجوزها قبل ما ده يحصل. وفعلا بيتجوز كيلر صاحبته ليلى، وبنعرف ان هي كمان قاتله مأجوره. وكيلر مخطط ان مهمه درايف تكون اخر مهمه ليه عشان هو عايز يقضي بقيه حياته مع ليلى. في الوقت ده بيكون المحقق بيعمل قهوه، فالقهوه بتقع على ايده، فهو بيشمر الكم بتاعه. في اللحظه دي بتستغرب سيسرو جدا من شكل الوشم اللي على ايده، فبيقول لها ان الوشم ده لمجموعه رجال الشرطه لوس انجلوس اللي هو كان فيها قبل ما يجي هنا. وهناك اتعرف على مراته مريانا اللي حبها من كل قلبه، وكانت مريانا المخبرة السرية بتاعته. بالليل بيوصل درايف لمالها ليلي عشان يخلص على الشخص الثالث. الشخص ده هو اللي خلص على اخوه، وبنعرف انه شغال حارس لمالها ليلي، وبيفضل يستناه لغاية لما يخش الحمام وبيدخل وراه، وبتتم معركة بينهم بالآلات الحادة، لكن درايف بيقدر يطعنه ويخلص عليه. هندرسون بيقول له اتصل بابنه وقول له ان انا بحبه جدا. وفعلا درايف لما بيركب عربيته بيعمل كده. والصبح المحقق اتصل بسيسرو وبيقول لها سمعت عن قضيه هندرسون اللي هو الحارس بتاع الملهى الليلي؟ فبتقول له سمعت عنه، بس ده ايه علاقته بقضيتنا؟ فبيقول لها انه حاسس انه ليهم علاقه ببعض، وبيعرفها انه هيروح لهندرسون المستشفى، وبيقفل السكه معاه. ودرايف وهو في طريقه للشخص الرابع بيسمع في الراديو ان هندرسون لسه عايش، فبيلف بالعربيه عشان يروح له. في الوقت ده بيوصل المحقق للمستشفى وبيستنى هندرسون لما يخرج من العمليات، وبيبقى متاكد ان درايف جاي. وفي نفس الوقت بتيجي معلومات لكيلر ان درايف اكيد هيروح المستشفى عشان ينهي اللي بدأه. وفعلا بيوصل درايف للمستشفى وعينه كلها بتبقى غضب، وبيدخل اوضه العمليات وبيخلص على هندرسون قصاد كل الدكاتره. وبيسمع المحقق صوت الرصاص، فبينزل ورا درايف الجراج وبيتم تبادل اطلاق النار بينهم، والرصاص بيخلص من المحقق. ودرايف بيحط المسدس على دماغه وخلاص قرب يخلص عليه، بس بيسيبه وبيمشي عشان هو عايز يخلص على العصابه ومش عايز يخلص على حد تاني. في الوقت ده كيلر بيكون بيراقبه، تبدأ بينهم مطاردة من السيارات كبيرة، وبيقف درايف قصاد كيلر وبيوجه المسدس عليه، بس بيضرب الكاوتشات بتاعته عشان ما يفضلش يطارده. بس كيلر على طول بيضربه في رقبته بالرصاص، فدرايف بيهرب من المكان بسرعة. وبيروح درايف لبيت وبيسأل الست اللي فيه هو انت فين جوزك؟ فبتعرفه انه توفى. تبدأ تعالج الجرح بتاعه، وبيفهمها درايف ان جوزها هو اللي غدر بيهم عشان هو اللي كان بيخطط للعمليات وعارف كل التفاصيل. فبتعرفه الست ان مستحيل يكون هو اللي عمل كده عشان هو مستحيل يضحي بابنه. وبنفهم ان الست دي تبقى ام درايف وجيري، وان جوزها ده يبقى ابو جيري، يعني جيري ودرايف اخوات من الام. وبيلاحظ درايف ان جوزها حاطط كل صور جيري والرماد بتاعه، وبيفهم انه كان فعلا بيحبه بجد ومستحيل يضحي بيه. في اللحظه دي بيشوف الصوره الجماعيه وبيفهم ان اللي غدر بيه تكون صاحبه جيري اللي بتطلع مريانا، هي مرات المحقق اللي كانت مخبرة ليه. وبيتحرك درايف عشان يوصل للراجل الرابع اللي بقى واعظ ديني. في الوقت ده سيسرو بتقول للمحقق ان كل الرجاله اللي حياتهم انتهت كلهم سجلاتهم الاجراميه مختلفه، اللي معتدي، اللي مجرم، اللي حرامي، رغم كده انهم اتجمعوا كلهم مع بعض، يبقى اكيد في شخص هو اللي جمعهم. في الوقت ده بيوصل درايف للوعظ، واول لما بيشوفه بيخاف جدا، بس بيكمل وعظ في الناس وبيفضل يدعي ربنا انه يرحمهم. فبيروح الوعظ يقعد معاه. انا كنت عارف انك جاي، انت عارف انت كنت السبب ان ارجع لربنا. في اللحظه دي بتيجي مراته وابنه وبتقول له انت هتروح معانا، فبيعرفها انه هيرجع البيت النهارده متاخر. وبيخرج هو ودرايف قصاد البحر، وبيعرفوا الواعظ انه ما كانش نفسه يحصل كده، هو كان مجرد حارس مش اكتر، حتى ما يعرفش مين اللي جمعهم. هو جاله اتصال وبيقول له في فلوس سهله هتيجي، فهو وافق عشان هو كان مدمن، حتى خلص كل فلوسه على الممنوعات والستات، وكمان دخل السجن. وفي السجن عرف يقرب من ربنا اكتر، وبيعرفه انه ما يخليش الشيطان يأثر عليه وما يخليش الغضب يتحكم فيه. بس درايف بيبقى مصمم انه يخلص عليه، فبيستسلم الواعظ لقدره وبيفضل يصلي بصوت عالي. درايف بيقرر يسامحه وبيقول له ارجع لمراتك وولادك، وبيدخل الكنيسه وهو مرتاح بعد لما خد حق اخوه اخيرا. في الوقت ده بيوصل المحقق للكنيسه، بس قبليه بيجي كيلر وبيهدد درايف وبيقول له قوم قام قصادي. فبيرد درايف انه ملوش كراهيه ضده وانه خلاص خد حق اخوه. فبيقول له انت متاكد من كده؟ انت ناقص واحد في القايمه بتاعتك، يا ترى مين اللي ضربك بالنار ومين اللي اجرنا عشان اخلص عليك؟ في اللحظه دي بيدخل المحقق وبيهدد كيلر انه لو ما نزلش سلاحه هيخلص عليه. واول لما كيلر بينزل سلاحه المحقق بيضرب درايف بالنار في دماغه، وبنفهم ان المحقق هو الراجل الناقص في قائمه درايف، وان هو اللي خطط لكل اللي حصل. وفي نفس الوقت سيسرو بتراجع القضيه
وبتكتشف ان المحقق هو الشرطي الوحيد اللي حقق مع افراد العصابة قبل كده في جرائمهم. تفهم ان هو الشخص اللي جمعهم وهو المجرم الاساسي. وبيخرج المحقق بيكلم مراته وبيعرفها انه خلاص ارتاحوا وهيكملوا اللي باقي من حياتهم في سلام. بس بنتفاجئ بدرايف بيضربه بالنار في ظهره، فبيستغرب المحقق جدا وبيقول له انت ازاي عايش. وبنعرف ان الصفيحة المعدنية هي اللي منعت الرصاصة تخلص عليه. وبيخلص على المحقق اخيرا وبيروح يرمي رماد اخوه في البحر بعد لما اخيرا قدر ياخد حقه وينتقم من كل اللي ظلم. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبك. ولو عجبك الملخص شاركنا برأيك في الكومنتات، ولو حابب تشترك وتفعل الجرس. سلام.